مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: بن موسى يعلن التوصل إلى اتفاق مع النقابات. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم جديد الأخبار العاجلة. إليكم التفاصيل. أعلن وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى اليوم الاثنين بالرباط أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم. وقال بن موسى في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن الطرفين توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم. وأضاف الوزير أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم غد الثلاثاء. من جانبهم سجل ممثل النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في تصريحات صحفية أن الاجتماع كان فرصة للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي عبر التطرق الشامل لكل مواده، معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع والتطور الإيجابي الذي طبع المناقشات. وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي الذي سيتم وتوقيعه يوم غد سيسهم بالتأكيد في إعادة الدفء إلى المدرسة العمومية وعودة التلاميذ إلى الأقسام، مشيدين بالتجاوب الملموس الذي أبانت عنه اللجنة الوزارية طيلة الاجتماعات. يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم بالإضافة إلى بن موسى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد تراص يوم 10 دجنبير بالرباط اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم. ما رأيكم في هذا الاتفاق؟ هل بإمكانه أن يخرج أزمة التعليم من النفق الضيق؟ وهل بإمكانه أن يعيد حقا الدفء إلى المدرسة العمومية ويعيد التلاميذ إلى المدرسة في القريب العاجل؟ في انتظار تعليقاتكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.